صباح الفل يا ام ياسين. صباح الخير يا ابو ياسين. انا رايح الشغل، هتزي اي حاجه؟ سلامتك. مش هتقعد تفطر؟ لا هفطر في الشغل عشان مستعجل، بس عايزك تخلي بالك من اختي بالله عليكي. ساعه ما جوزها توفى وهي نفسيتها تعبانه. لا ما تقولش كده، ده انا شيلها في عينيا. خليكي ليا يا ام ياسين، نهارك عافيه. اختك قال ده، شوف هعمل فيها ايه. ايه يا حاجه، خلصتي صلاه ولا لسه، ولا انتي بتضيعي وقت على الفاضي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. خير يا مرات اخويا، في ايه؟ كل ده بتصلي واخرتي كده ليه؟ والله ولا اخرت ولا حاجة، ربنا ليه انا بس بقد فرض ربنا. تعالي ورايا تاني عشان عايزاكي. حاضر يا مرات اخويا. مش عارفة انت ما بتحبنيش ليه يا مرات اخويا، مش عارفة انا عاملة لك ايه. يا رب قويني. نعم يا مرات اخويا. هو انت خير لسه هتقعدي يومي فاز؟ خير في انت يعني متعصبة ليه كده؟ شايفه الفرش عامل ازاي؟ طب ما انا لسه مروقاه والله. فين اللي انت لسه مروقاه ده؟ شايفه عامل ازاي؟ منظره مش عاجبني. طب حاضر، اللي انت عايزاه يا مرات اخويا. مش انا المفروض قبل ما اقولك على حاجه تكون انت عاملاها، تمسحي وتفرشي وتعملي؟ وانا والله العظيم بعمل يا مرات اخويا، اي حاجة بشوفها قدامي بعملها. فين دي؟ ايه قله الادب دي؟ انت هو انت كمان بتردي عليا؟ لا خلاص هدي نفسك يا مرات اخويا. اوعي كده. انا اسفه خلاص، حقك عليا، اللي انت عايزاه انا هعمله. نفسي بقى الاقي ترابيه وراكي. ابو ياسين، عمده عامل ايه؟ يا محسن الصدى، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت رايح فين كده؟ والله انا رايح الشغل. ربنا يديك الصحه والقويه. بقول لك يا ابن عمي، امورني. اخبار بنت عمي ايه حالتها دلوقتي؟ والله يا عماد ما اكذبش عليك، يعني هي حالتها النفسيه برضه الوقت تعبانه شويه، فاهم؟ أيوة. لسه الموضوع لسه جديد وبتاع. هو الدكتور قال كده، قال لازم تخرجوا منها عشان نفسها تعبانه قوي. يلا ربنا. طيب معلش يعني يا ابن عمي، كنت عايز اسالك سؤال يعني. اتفضل. مراتك عامله ايه معاها؟ لا والله انا عماد يا اخويا مش هخبي عليك، مراتي شايله اختي على ارض شيء، ما بتشتكيش منها خالص ولا في اي حاجه، والجو في البيت يعني لذيذ حلو. طب الحمد لله. الحمد لله، يعني ربنا يا رب ييسر لهم الامور. يلا. يلا في اي حاجه. الله يكرمك. يلا هاك ابو. انت يا زفته خلصتي كوبايه الشاي ولا لسه؟ عشان دماغي مصدعه. خلاص يا مرات اخوي، خلصت اهو، اتفضلي. انا كنست وعملت اللي انت قلت لي عليه. ايه القرف اللي انت عاملاه ده؟ ملا انا بعملها لك زي كل مره والله. لا خديها، وعايزه واحده غيرها. ماشي يا مرات اخوي. لا سيبي كوبايه الشاي وروحي شوفي مين اللي بيخبط. حاضر يا مرات اخوي. بسرعه يلا. ماشي خلاص. ام ياسين هنا؟ اتفضل يا ابو حمزه من ياسين. ايه ده؟ ايه النور ده اخويا؟ ازيك يا ام ياسين، عامله ايه؟ ازيك يا ابو حمزه، عامل ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ أخبارك إيه؟ وحشاني. الحمد لله. ايه اللي موقفك هنا؟ لا ده انا جايه بس اشوفك عايزه حاجه. طب كويس، طب روحي اجري هاتي له حاجه يقدمها له ولا حاجه يشربها. حاضر. اتفضل اهو. ايدك يا مرات اخوي، انا مش عارفه انت بتعامليني وحش ليه كده، وانا والله بحاول ارضيك وانت برضو مش عارفه. يا رب اهديها يا رب. ازيك يا ام ياسين، عامله ايه؟ والله تمام يا ابو حمزه، انت عامل ايه؟ اتفضلي يا مامتي. عايزه مني حاجه تاني؟ لا يلا غوري، مش عايزه حاجه، انا مش عارفه اتكلم انا واخويا شويه. ايه ده؟ ماشي اللي انت عايزاه. امال هو ايه القرف دي؟ هتفضل لازقه لكم كده على طول؟ عارف يا اخويا، عملت معاها البدع عشان تمشي، بخليها تغسل وتدقع كل حاجه، مش راضيه تمشي، مش عارفه اعمل معاها ايه. طب كده يا بنتي، ما هو جوزك كده ممكن يعمل لك انت مشاكل. لا جوزي مش عارف حاجه. طب ادام مش عارف حاجه، يعني انت عايزه تمشيها وهي مش عايزه تمشي؟ بخليها تعمل كل حاجه وتدعك وتغسل وتكنس وكل حاجه، مش راضيه تمشي. طب ما انا عندي فكره تطفشها لك من البيت. قول الفكره اللي عندك. انت مش عندك الذهب بتاعك فين؟ ايوه جوه. تروحي حاطاه في الشنطه بتاعتها. آه. اول ما جوزك يجي انا الذهب بتاعي مش لاقياه. طب الفكره دي كانت فين من زمان؟ انت ما سالتيش نفسك ليه؟ هيجي طبعا يدور على الذهب، مش هيلاقيه الا في الشنطه بتاعتها. هو مش هيقبل على نفسه ان يقعد واحده حراميه في البيت. اكيد طبعا. ماشي. طب انت ليه ما فكرتيش في كده من الاول؟ ما انا ما فكرتش، انت اللي لسه قايل لي على الفكره دي. طيب انت تنفذي الفكره دي. ماشي خلاص. يا رب صبرنا على الظلم اللي انا فيه ده يا ربي. انا مش عارفه يا مرات اخويا، كل شويه تبهدلي فيا وتهيني فيا وتحرجيني حتى قدام اخوكي. طب انا عامله لك ايه بس يا ربي؟ ده انا مش راضيه اقول لاخويا عشان ما سببلكيش مشاكل، وانا برضو ماليش مكان اروح فيه.
يا رب يا رب انت اللي عالم بيا يا رب. انا هستحمل واصبر عشان انا مش عارفه اروح فين. انا بقول لك ايه يا ابو حمزه، انا اوزعها على السوق عشان تجيب طلبات عشان نحط لها الذهب. تمام كده. انت يا زفته اللي جوه، عايزه ايه مرات اخويا؟ روحي هاتي طلبات من السوق. ماشي انا ماشي. انا هقوم بقى اجيب الدهب عشان احطه لها. انا هقوم معاك يا اختي وانا مش هسيبك. فين الشنطه بتاعتها يا ام ياسين؟ اهي الشنطه بتاعتي. اه بصي يا اخويا اهو الانسيال. مفيش حاجه تاني غيره؟ معايا الدبله دي. حط الاثنين، حط الاثنين. يعني مش الانسيال كفايه؟ لا حط الاثنين. اهو ماشي يا اخويا. بصي يا حبيبتي بقى اعملي كوبايه شاي. حاضر ماشي. حلو الانسيال ده يجيب له مبلغ، ده يجيب له مبلغ وقدره. حلال عليا ده بقى. يا رب يا رب اهديك يا مرات اخويا ويحنن قلبك عليا. انا مش عارفه تتلككي ليه، احنا عندنا كل حاجه في الثلاجه ولا لازم اروح السوق. يا رب اهديك يا مرات اخويا ويحنن قلبك عليا يا رب. انا مش قادره يا رب. تسلم ايدك يا اختي على كوبايه الشاي الجميله دي. انا يا اخويا. هو ابو ياسين هيأخر؟ زمانه جاي. طب يبقى سلمي لي عليه وانا هستأذن. الله يسلمك. واوعي تنسي يا بنت اللي احنا قلنا عليه. لا انا ما صدقت اللي هي جت لي الفرصه اللي انا همشيها من البيت. برافو عليكي. انا همشي. شرفتي يا ماما. خشي بقى حطي الحاجه دي في التلاجة. الله يسامحك يا شيخ. يا ام ياسين مالك في ايه؟ ياسين جرى له حاجه؟ اختي جرى لها حاجه؟ لا مفيش حاجه. امال ايه اللي حاصل؟ الدهب مش لاقياه. ازاي مش لاقياه؟ دورت في كل حته الدهب مش لاقياه، هعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ يعني دورت في كل حته، دورت مش في مكان معلمناه؟ جيت حطيت الدبله حتى على الحيط برضه مش لاقياها. ازاي يعني كل ده مش لاقيه لاقياه؟ الدهب. ودورتي في الشقه كلها؟ اه مفيش الا اوضه اختك اللي ما دورتش فيها. اوضه اختي؟ اه انت بتفكري في اختي ان هي سرقت الحاجه؟ انا ما دخلتش الا اوضه، ما دخلتش اوضه اختك. ما تفكريش التفكير ده. طب انا هعمل ايه؟ الدهب مش لاقياه. انا همشي لك اللي في دماغك وادور في اوضه اختي. طب انا ما دورت ما شفت. همشي لك اللي في دماغك، بس الكلام دوت مش هيحصل من اختي اصلا. هي فين اختي؟ اختك في المطبخ جوه. ايه يا جماعه في ايه يا اخويا؟ ايه استفكوا على ليه؟ بعد اذنك يا اختي احنا هندور عشان مراتي الخاتم والدهب بتاعها دور في الشنطه دي. يا نهار آه. ابيض. فانا عايز اريحها بس. لا دور يا اخويا براحتك، بس انت يعني افتكري يا ام ياسين هو يعمل لك فين. افتكري يا بنتي يا رب تلاقيه. شوف اهو اختك طلعت حراميه ها. وده اللي جابه في شنطتي. كده؟ انا ما عمري اعمل كده والله انت العظيم. يا اختي اللي تعملي كده؟ وانا والله اللي يا عندك أخويا. ومعادك معايا؟ والله يا انت اللي اخويا بتسرقيني؟ والله ما اعرف هو ده جاي في شنطتي ازاي. انت تنسي ان انا اخوكي. صدقني لا، يا بره. اخويا ده احنا متربيين مع بعض. بره. صدقني والله انا مظلوم. مش هامن معاكي خلاص. انا خلاص مش هامنك اصلا. واكل فيك يا شيخ. بره. والله انا واكل فيك. دور تاني في الشنطه شوف الانسيال. نسيان ليه؟ رخر الانسان؟ اه دور عليه. يا بنتي انا دورت كويس، مفيش حاجه الا الدبله دي بس. مفيش الا الدبله دي بس. ايه ده؟ الانسيال راح فين؟ ايه ده؟ هي ما دخلتش هنا. انا كنت قاعده بره ما دخلتش هنا، ما فيش الا انا واخويا اللي كنا هنا. خراب، يعني هو كده اخويا يسرقني انا. يا رب. ايوه مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين بنت عمي؟ تعالي اتفضلي. الحمد لله. مالك بتعيطي ليه؟ فين؟ والله يا ابن عمي الدنيا ضاقت بيا وما لقيتش حد اجيلها الا انت. طب فهميني، طب ايه اللي حصل؟ من لله مرات اخوي ظلمتني واتهمتني بالسرقه واخويا للاسف صدقها. اخوكي صدقها؟ مش مصدق الدنيا جايه عليا كده، بس الحمد لله انا راضيه بنصيب. والله ما كنت الا. طب بصي يا بنت عمي، انت زي اختي خليكي هنا وانا هروح لاخوكي واتكلم معاه وان شاء الله الاقي حل باذن الله. مش مصدق يا اخويا، ده احنا متربيين مع بعض، مش عارفه هو ازاي يصدقها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب بصي يا اختي، هو البيت بيتك ماشي؟ معلش يا ابن عمي انا عارفه ان انا هتقل عليك. لا يا اختي ما تقوليش كده. بعد اذنك انا هبقى اروح لاخوكي. ماشي.
الانسيال. هعمل ايه؟ عايزه ارن على اخويا بس لما جوزي يمشي عشان هيعرف. السلام عليكم. السلام عليكم عمده. ازيك يا ابو ياسين؟ عامل ايه يا عمده؟ لا تعالى، عايزك في كلمتين بره بس. طب ما تيجي تخش لا طيب. تعالى بس، عايزك كلمتين بره. تقدر تفكك ليه يا مين؟ سرقتني يا عم. سرقتك؟ سرقتني. انت مصدق ان اختك تعمل انا كده؟ ما صدقتش في الاول، ما صدقتش انا مطلع الحاجه من شنطتها. طب اقول لك يا ابن عمي، اتاكد من مراتك، بس اعرف ان بنت عمي عمرها ما تمد ايدها على اي حاجه. اكيد انا مطلع الحاجه من شنطتها هي. يا عم احنا متربيين سوا وانا عارف اختك ما تعملش كده يا مين. اتاكد. هتاكد يا عم. على العموم اختك عندي. تمام يا عم. السلام عليكم. سلام يا عم. نورت يا عم. معقول مراتي اللي تعمل كده في اختي؟ انا حاسس ان جوايا اختي ما تعملش كده. لازم اتاكد من الموضوع ده. ام ياسين. نعم. هتوزي حاجه؟ لا. طب انا خارج. ماشي. ارن على اخويا عشان اجيب منه الانسيال. الو يا ام ياسين. الو يا ابو حمزه. الخطه نجحت؟ نجحت. وايه تاني؟ واخوها هو اللي خد منها، خالي معاها الدبله وخدها، بس الانسيال انت اللي خدته. الانسيال يا بنتي انت مجنونه؟ لا انت اللي خدت الانسيال ومعاه. وبعدين الانسيال ده انت بتكلمي، انت تقدري اصلا تثبتي ان انا خدت انسيال؟ ما انت اللي واخده. وبعدين انا عملت كده عشان اريحك، يعني ده يعتبر من حقي، انا عملت كده عشان امشي لك المصيبه اللي عندك دي. لا ما بس انت، تقدريش انت تثبتي كده، هي اخته اللي خدته وهو عارف ان اخته اللي سرقته. لا هو ليه، تثبتي كده. هو ليه الدبله مع اخته، بس انت اللي واخد الانسيال. الانسيال ده خلاص ده نصيبي، ده حقيقتي ان انا مشيتها لك من البيت. يا ما انتوا اللي بتعملوا كده، ما انتوا عصابه مع بعض بقى. علشان يعني نطلعوها من البيت عشان نطلعوها حرامية عشان الانسان، وطلعت انت اللي خدته. ابو ياسين. هو انت هنا من امتى؟ انا عرفت كل حاجه. هو انت هنا من امتى؟ عرفت كل حاجه وسمعت كل حاجه. طلعت حراميه وانتوا اللي عاملين فيها كده يا عيله حراميه. لا حقك عليا. حقك عليا. مش هعمل كده تاني. بره. حقك ما عليا. تجيش معايا. ابوس على ايديها. ما تجيش عيش معايا. يلا. بره. سامحني. سامحني، مش هعمل كده تاني. بره. مش هعمل كده تاني. بره. خلي اخوك ينفعك. انا اروح اشوف اختي اللي ظلمتوها.